لا يزال هناك من يعمل على تأجيل الانتخابات. لمصلحة من؟ أنا ما أدري الهدف من تأجيل الانتخابات. لابد من يعمل لتأجيلها له مصلحة بالتأجيل. هسه شنو هاي المصلحة أنا ما أدري. حتى دول خارجية تتحدث عن التأجيل، شنو مصلحتها بالتأجيل أيضا ما أعرف. ولكن أعرف أننا نرفض التأجيل وأن الانتخابات في وقتها ولا تؤجل، لأنه من يريد تأجيل الانتخابات يعني يريد أن يضرب العملية السياسية بالصميم. بس ماكو واحد تبناها بالعلن أنه يرغب بتأجيل أو لمح. ما يقدرون لأنه الأغلبية وهم مع إجراء الانتخابات. وثانيا الناس فهموا أن تأجيل الانتخابات يعني البرلمان يفقد شرعيته، ينتهي، وإذا انتهى شرعية البرلمان انتهى شرعية الحكومة، وبالتالي راح نصف بلا برلمان وبلا حكومة. قالوا نعمل حكومة طوارئ، احنا بالدستور ما عندنا شيء اسمه حكومة طوارئ، بمعنى سنذهب إلى الفوضى. ولذلك الكل يحذر ويرفض أي عملية تأجيل حتى لا ندخل في بوابة الفوضى. طيب، وإلا من الذي سيأتينا بحكومة أخرى إذا سقطت هاي الحكومة وسقط البرلمان؟ من الذي يأتينا بحكومة بديلة؟ يعني هو البعض يتحدث أنه التغييرات الإقليمية ربما تفرض واقع جديد في العراق، من ضمنها ما يسمى نحن نتحدث كعراقيين بموجب دستورنا، ما لنا علاقة بالحكومات. الحكومات يردون العراق يتحول إلى شيء آخر. أنا أتحدث عراقي وعندي دستور وعندي التزامات دستورية وطنية. أن التأجيل سيدخل العراق في حالة من الفوضى. جيد. لأن من الذي يأتينا بحكومة جديدة إذا إحنا ما أجرينا الانتخابات وما صار عندنا برلمان وما صار عندنا كتلة أكبر وكتلة أصغر؟ من الذي يأتينا بحكومة جديدة؟ انقلاب؟ مو شرط. دخول يعني قوات دولية مثلا تيجي مرة ثانية بالعراق وتنصب لنا حكومات؟ ممكن يصير هيك؟ أقول يعني هذا ممكن؟ لا، ما يصير. ليش ما يصير؟ يعني ما يصير. ما زالوا يعني يبشرون بقوات ساحقة ماحقة تجي تدخل العراق. ما يقدر واحد يفكر بدخول قوات حتى تستلم الملف الإداري مال الدولة. ماكو واحد يفكر، لا الحكومة تفكر ولا احنا نفكر ولا دول العالم. هذا الخطر المتنامي. ولا دول العالم تفكر أنها تجي تنصب حكومة. نعم يريدون بطريقة وبأخرى أن يملكون شيئا من القرار في العراق، هذا موجود. ولكن الحكومة العراقية الحالية والسابقة عقدت اتفاقية مع التحالف الدولي، والآن التحالف الدولي بدأ ينسحب، وانسحبت قواته من بغداد، وإن كان راحت إلى مناطق أخرى هي هم عراقية، ولكن أكو اتفاق موجود وإحنا ملزمين بالاتفاق. وإذا أرادوا أن يخلوا بالاتفاق طبعا ستعترض كل القوى السياسية. اتفاق الانسحاب تقصد؟ اتفاق الانسحاب، اتفاق العلاقة الموجودة، اتفاق التعاون الأمني. احنا عندنا بالاتفاقية الإطار الاستراتيجي بتعاون أمني. صحيح. يعني لا يمنع أن نستفيد من المعلومات الأمنية أو الفعل الأمني الذي تقوم به قوات التحالف، نقدر نستفيد منه. طيب، ولكن مو قوات عسكرية تمارس دور عسكري على الأرض، وإنما تعاون أمني استخباري مخابراتي. قناة تغيير مود.